اهلا بيكم في حكاية وقصة جديدة. انا جاي النهاردة احكي لكم حكايتي مع مرات صاحبي واللي حصل ما بيننا. انا اسمي سامح وعندي 39 سنة، وساكن في حي راقي في بيت مكون من 7 ادوار. وكانت شقتي في الدور السادس وصاحبي احمد كان ساكن في الدور الخامس. وكانت ما بيننا صداقة قوية جدا، حتى اننا كنا بنتجمع في المناسبات يا اما في شقتي او في شقته. كنا مع بعض كعيلة واحدة بالظبط. اما بقى سهام مراته، مرات صاحبي أحمد، كانت بيضة وجسمها كان متناسق جدا، وكانت أنيقة جدا كده في اختيار ملابسها. طبعا ده كان مخليها مثيرة جدا، وكانت بتختار عطورها بعناية. في بداية الأمر ما كنتش ببص لها نظرة كده ولا كده، علشان هي طبعا كانت مرات صاحبي. بس مع الوقت وكثرة التعامل والزيارات بقيت ببص لها بنظرة تانية خالص، نظرة بتختلف عن الأول. وبقيت بعشقها، بعشق تفاصيلها ونعومة جسمها، وكنت ببصلها كده على كل حتة في جسمها. حتى هي لاحظت ان انا ببصلها البصات دي، وما كنتش بقدر امسك نفسي ان انا ما بصلهاش، وعينيا ما كانتش بتفارقها ابدا. كنت ببص لكل تفصيلة فيها، مهما قلت او مهما عدت مش هقدر اوصف لكم جمالها. وفي مرة وانا قاعد مع صاحبي في شقته، جت سهام بعد ما عملت لنا الشاي، وانا طبعا عمالة ابصلها جامد. قدمت لنا الشاي وقعدت معانا وبدأنا نتكلم ونضحك، لحد ما قالت لي: سامح، معلش ممكن تحطيلي الواي فاي بتاعك على تليفوني؟ وقلت لها بس كده من عينيا. قلت لها طيب ثواني اجيب لك الفون من جوه. سرحت شوية وجات لي كده فكرة، قلت ان انا لازم اعملها في تليفونها من غير ما تاخد بالها، اني اعمل لها ايميل جديد على تليفونها، افعل خاصية المزامنة، اللي هي مزامنة الصور والفيديوهات يعني. اي صورة او اي فيديو على تليفونها يروح للايميل على طول، وانا بعدها ابقى افتح الايميل بتاعها على تليفوني واشوف كل الصور. وفعلا جابت لي التليفون علشان احط لها باسورد الواي فاي بتاعي. اخدت منها التليفون وحطيت الباسورد بتاع الواي فاي وفتحت ايميل جوجل وعملت الايميل. وكل شوية اقول لها تليفونك معرفش ماله، كل ما احط الباسورد ما بيفتحش. تقولي معلش حاول تاني والنبي، علشان محتاجة الواي فاي جدا، علشان زهقت من الباقة دي. وفعلا عملت الايميل وفعلت خاصية التزامن، وحسيت بسعادة جوايا عمري ما حسيت بيها قبل كده. وكنت مستني بفارغ الصبر اني افتح نفس الايميل من عندي علشان تكون كل صورها عندي على التليفون. وبعد ما السهرة خلصت استأذنت وطلعت شقتي وفتحت تليفوني ودخلت الايميل فيه، وفتحت تطبيق الصور وقفت على الصور الموجودة فيه. بس ساعتها حسيت ان انا اتسرعت، وقلت انها هتقول لجوزها والموضوع هيكبر قوي. وفضلت مستني شوية وجوايا قلق وخوف ما اقدرش اوصف لكم قد ايه انها ممكن تقول لاحمد جوزها. وعدى يومين ومفيش اي جديد، لغاية ما احمد اتصل بيا وقال لي ان هو عازمني على عشوة حلوة عنده في البيت. بصراحة انا حسيت براحة من جوايا جدا، واني خلاص سهام ما قالتش حاجة لأحمد، وإلا ما كده ما كانش عزمني، بالعكس كان هيجي يتخانق معايا. وفعلا بالليل رحت لأحمد ورنيت الجرس وفتح لي، وسلمت عليه ودخلني أوضة الضيوف. وجات لي سهام مراته، سلمت عليا وقعدت معانا فضلنا نتكلم ونهزر ونضحك. وما جبتليش أي سيرة أو أي تلميح، بس عينيها ونظراتها ليا اختلفت شوية عن الأول، وحسيت ان هي بتراقب نظراتي ليها. انا كمان اتشجعت وبقيت ببص عليها بجراءة اكتر، وكأني عايز اعرفها ان انا عايز منها حاجة. احمد جوزها قال لها ايه يا سهام، مش هتحطي العشاء؟ عايزة سامح يقول اننا عازمين عزومة مراكبية بقى ولا ايه؟ ضحكت قوي كده وقالت له لا دقايق والاكل هيكون جاهز. وهي بتعدي قدامي قصدت ان انا المسها، حسيت وبصيت لي كده، وراحت باصة لجوزها وتشوف وتطمن، ولقيته ما خدش باله لان انا كنت قاعد في زاوية يعني ما يقدرش يشوفني. راحت جابت الاكل وحطيته على السفرة وندهت علينا، وفعلا دخلت اوضه السفرة وقعدنا انا واحمد قدامي وهي على شمالي. وكل شوية هي بتبصلي وبتاكل، وهي حاسة بخوف او خجل، كانت مرتبكة شوية.
أكلنا وقمنا دخلنا أوضة الضيوف وهي دخلت تعمل لنا شاي. جاتلي رسالة على ماسنجر وبفتحها لقيتها هي بتقولي ايه اللي انت عملته ده؟ ممكن ما تعملش كده تاني؟ جوزي لو خد باله هتبقى مصيبة. رديت عليها وقلت لها انت جامدة بصراحة. شافت الرسالة وما ردتش شوية وجابت الشاي وعينيها أول مرة أحس إن هي خايفة. خايفة تبصلي. اتعمدت أفتح مواضيع تضحك علشان أخرجها من المود اللي هي فيه، وفعلا نجحت ورجعتها لطبيعتها. وبعد ما السهرة خلصت استأذنت وطلعت شقتي ونمت على سريري، وشريط السهرة كله بيلف قدام عينيا. وعلى الساعة 1 لقيتها بعتلي رسالة: سامح انت صاحي؟ طبعا في الوقت ده انا ما كنتش مصدق نفسي. اتنطرت من على السرير وقعدت وقلت لها انا صاحي. قالت لي ايه اللي انت عملته النهارده ده؟ قلت لها بصراحة ما قدرتش امسك نفسي. انت مش مخلياني على بعضي. قالت لي انت مجنون. قلت لها انا اتجننت على ايديكي. قالت لي بس انت جريء قوي. قلت لها طب بذمتك حد يكون قدامه الجمال ده كله وما يكونش جريء؟ قالت لي مش عارفه اقولك ايه، بس انت النهارده تعبتني قوي. قلت لها تعبتك ازاي؟ قالت لي لا مش لازم اقولك. قلت لها جوزك نام؟ قالت لي اه، امال هكلمك يعني وهو صاحي؟ قلت لها طيب انا عايزه اشوفك دلوقتي. قالت لي لا طبعا مش هينفع. قلت لها بقولك لازم اشوفك دلوقتي، انا مش قادر دقيقتين وهنزل. قالت لي بجد انت مش هينفع؟ وقلت لها لا بقولك لازم اشوفك دلوقتي، انا نازل افتحي باب الشقة وانا هشوفك بس وهمشي على طول، بس طفي انوار الشقة كلها. قالت لي انت مجنون ومش هترتاح غير لما جوزي يحس. قلت لها يلا بس انا نازل، لو ما فتحتيش هخبط عليكم. لبست حاجة خفيفة كده وفعلا فتحت الباب، ودخلت بسرعة على المطبخ وهي دخلت ورايا وقالت لي بصوت كده انت وربنا مجنون ومش طبيعي. وقلت لها مجنون بيكي؟ قالت لي اه طيب، ده انت بقى كده مجنون رسمي. ابتديت ان انا ادوخ كده وعملت نفسي ان انا دايخ علشان تحضني. وفعلا حصل، وحصل بينا اللي طول عمري كان نفسي فيه، وحصل بيني وبينها اللي انا كنت بتمناه. طبعا انتوا فاهمين. وقالت لي يلا بسرعة بقى امشي قبل ما جوزي يصحى وتبقى فضيحة. وبعد اللي حصل ما بينا خرجت بسرعة وطلعت شقتي وانا في قمة سعادتي ان اخيرا قدرت اشوفها قدامي. فتحت الكمبيوتر وفتحت فولدر صور بتاعها وفضلت اتفرج على كل صورة ليها واتأمل صورها صورة صورة. بعدها فتحت الماسنجر على طول على التليفون وبعتلها رسالة مكتوب فيها انا النهاردة اسعد انسان في الدنيا بسبب اللي حصل بيني وبينك. انا اتولدت النهاردة من جديد. وفضلت مستني الرد لكنها شافت الرسالة بس ما ردتش عليا. دخلت نمت. كل ما بالليل واصحى ابص على ماسنجر واشوفها ردت ولا لا. ما لقيتش اي رد منها. مرت الليلة وصحيت الصبح لبست هدومي ونزلت على شغلي كالمعتاد. وفي نص يومي بعتلها رسالة تاني وقلت لها ممكن تردي، ولكن كان التجاهل وعدم الرد. طبعا الموضوع ده استمر الحال كده على ما هو عليه لمدة 4 أيام. ولا بترد على رسايلي ولا أي حاجة ولا حتى بصادف إني أشوفها أو أشوف جوزها. لغاية ما أحمد اتصل بيا وقال لي ازيك. قلت له ازيك يا أحمد عامل ايه؟ قال لي كويس تمام. بقولك ايه؟ قلت له قول. قال لي بص يا ريس، قال لي بص الكمبيوتر عندي كل ما افتحه يفتح ما بيفتحش، وبعد شوية يجيب لي شاشة سودا كده وكأنه مقفول، بس المروحة شغالة. انا طبعا ما صدقت. فرصة وجت لغاية عندي علشان اشوف سهام ويمكن تجيلي فرصة كمان واقدر اتكلم معاها. قلت له لازم اشوف الكمبيوتر يمكن اقدر اعمل له حاجة. قال لي طيب لما ترجع من الشغل على بالليل كده ممكن تيجي عندي تشوفه ولا هنتعبك؟ قلت له لا خالص مفيش اي تعب ولا حاجة، من عينيا حاضر، هجيلك بالليل. قال لي تسلم يا غالي وقفلنا مع بعض على كده. وفضلت افكر ازاي هكلم سهام وخلصت شغلي وانا مروح في طريقي للبيت. قلت لنفسي اشتري هدية حلوة كده لسهام واحاول اديها لها مع كلمتين حلوين كده مكتوبين في كارت رومانسي يمكن الجو يلطف شوية معايا.
وترضى عني. وبالفعل وانا ماشي لمحت محل مسوغات كده بتاع دهب، ودخلت المحل واشتريت سلسلة حلوة جدا وفيها قلب صغير، وحطيتهم في علبة قطيفة شيك، واشتريت كارت صغير وكتبت فيه لأجمل إنسانة في الدنيا. ورحت طلعت شقتي وغيرت هدومي ولبست أشيك طقم عندي، وحطيت من أجمل برفان بحبه، وتشيكت وأخدت علبة السلسلة في جيبي ونزلت رنيت الجرس على أحمد. فتحت لي هي، وأول ما شافتني وشها احمر وارتبكت جدا، وكان واضح عليها ان هي متعرفش ان جاي علشان ايه. قالت لي سامح. قلت لها احمد موجود. قالت لي اه موجود، خير في حاجة؟ قلت لها طب انا هفضل كده على الباب. قالت لي اسفة اتفضل. دخلت وقالت لي اتفضل، واحمد بياخد شاور وهيجيلك دلوقتي، ودخلتني على اوضة الضيوف. طبعا انا في الوقت ده انتهزت الفرصة ان احمد بياخد حمامه، وسألتها ممكن اعرف مش بتردي عليا ليه؟ قالت لي سامح مش هينفع هنا. قلت لها هو انت مدياني فرصة اتكلم؟ قالت لي طب ارجوك اسكت دلوقتي، احمد ممكن يخرج في اي لحظة ويسمع. وطبعا هي عمالة تتلفت وعينيها على الباب وخايفة ان احمد جوزها يدخل علينا. رحت انا طلعت علبة الهدية وقلت لها طيب بصي، ممكن تقبلي مني دي؟ قالت لي ايه دي؟ لا طبعا مش ممكن، بمناسبة ايه؟ قلت لها مش بمناسبة حاجة، وعلشان خاطري خديها. ورحت ماسك ايديها وحطيت لها الهدية في ايديها. قالت لي ارجوك ما تحرجنيش، واللي حصل من الاول ده كان غلط. قلت لها بصي، نبقى نتكلم ماسنجر، وابقي ردي عليا، واللي انت عايزاه انا هعملهولك، والهدية هتاخديها ماشي. ولسه هتتكلم احمد جوزها جه ودخل فجأة سلم عليا، وهي دارت العلبة بتاعت الهدية كده قبل ما احمد جوزها ياخد باله، وخرجت بسرعة. احمد قال لي منور يا سامح. قلت له البيت منور بيكم يا احمد، امال فين الكمبيوتر؟ قال لي في الأوضة التانية تعالى، وخدني ودخلنا في الأوضة التانية. دخل هو قدامي وانا وراه، ورحت فتحت الكمبيوتر، وبعد ما فتحت مفيش دقيقة والشاشة فعلا اسودت. فكيت السلوك ووصلت الكمبيوتر وخرجت الرام، وقلت له هتحتاج منظف كمبيوتر، بيت الرام عايز يتنضف. قال لي طيب انا ما عنديش، هنزل اجيبهولك. قلت له طيب مفيش عندك سبيرتو ابيض؟ قال لي لا للاسف برضو لا مفيش. دخلت سهام وجايبه الشاي وحطيته على الترابيزه قدامنا. قلت لها تسلم ايدك يا مدام سهام. رد احمد وقال لي بص، البيت بيتك، انا هنزل اجيب لك المنظف من المحل اللي في اخر الشارع. قلت له طيب انا هنزل اشتريه وخليك انت. ما ينفعش. قال لي يا جدع البيت بيتك، عيب تقول كده. انا طبعا سكت ومعرفتش ارد، وقلت في نفسي كده اهي مصلحة ليا ان هو ينزل. دخل لبس ونزل، وفضلت انا وسهام لوحدنا. قلت لها مالك بقى متغيرة معايا ليه؟ قالت لي انت عارف اللي حصل ده ما كانش المفروض يحصل. انا خنت جوزي وعملت اللي مفيش واحدة محترمة انها تعمله، وانت خنت صاحبك. قلت لها ليه بتقولي خيانة؟ اقولك على حاجة كنت بتمنى ان انا اقولها لك من يوم ما شفتك. انا بحبك وبموت فيكي، واللي حصل مني ده كان غصب عني ومش بإرادتي. قالت لي بتحبني؟ انا مرات صاحبك. عارف يعني ايه مرات صاحبك؟ قلت لها عارف، بس اعمل ايه؟ في قلبي ومشاعري مش قادر وغصب عني. انا بحبك جدا. قالت لي يا سامح انا من بعد اللي حصل ما بيننا ده وانا مش قادرة اسامح نفسي. ازاي انا ست محترمة واللي حصل ما بيني وما بينك ده حرام وما ينفعش، ما ينفعش اننا نستمر فيه. قلت لها علشان خاطري بلاش تموتيني، بلاش تموتيني بكلامك ده. انا ما صدقت اني قربت منك. طب احلفلك بايه اني بحبك، وان في نظرك انتي في نظري احسن واحدة في الدنيا، علشان خاطري ما تحرمنيش منك ولا تبعدي عني. قالت لي سامح العلاقة اللي ما بيننا دي ما تنفعش، انا ست متجوزة ومش عايزة اخسر جوزي ولا بيتي. قلت لها طيب ممكن نفضل اصحاب ولا ده كمان ما ينفعش؟ قالت لي يعني ايه اصحاب؟ قلت لها يعني نفضل اصدقاء على الفيس، واي حاجة مضايقاني ولا مضايقاكي وعايزين نفضفض مع بعض نفضفض. قالت لي ماشي، بس توعدني ما تحاولش تطلب مني اي حاجة تاني غير في حدود الصداقة. قلت لها ماشي. ماشي يا اجمل سهام في الدنيا. قالت لي طيب انا هروح اروق المطبخ، وانت مش غريب ده بيتك،
وكمان احمد لما يجي ما ينفعش يشوفني قاعده معاك. طبعا دخلت هي المطبخ وانا فضلت في مكاني مستني احمد. وبعد ربع ساعه احمد جه وجاب المنظف معاه، واخدت منه المنظف ورشيت مكان بيت الرام، وطلبت منه ان هو يجيب لي فرشه اسنان، هو مستغني عنها. دخل الحمام وجاب لي فرشه السنان ونضفت بيت الرام، وركبت كل حاجه زي ما كانت، وشغلت الكمبيوتر والكمبيوتر اشتغل فعلا. قلت له ايه رأيك بقى؟ اشتغل الكمبيوتر اهو. قال لي تسلم ايدك. قلت له الله يسلمك يا صاحبي، همشي انا بقى. قال لي لا تمشي ايه؟ هتروح فين؟ احنا هنتغدى مع بعض ونشرب الشاي، علشان عايزك في موضوع. وقلت له موضوع ايه خير؟ قال لي لا لما نتغدى طيب نبقى نتكلم. وقلت له لا مش هقدر خالص سامحني. قال لي بقول لك ايه، هنتغدى مش بمزاجك. طبعا فضل يلح عليا او طبعا مع الحاح الشديد ان اتغدى معاه وافق. وبعد ساعة سهام حضرت لنا الغدا وقمنا واتغدينا وبعدها شربنا الشاي. سألت أحمد موضوع ايه اللي انت عايزني فيه؟ قال لي ان الشركة بتاعته عاملة رحلة بعد اسبوع على شواطئ البحر، ومسموح لكل موظف ياخد 5 من افراد عيلته معاه الرحلة دي. وطبعا هو عامل حسابي ان انا اطلع معاهم، وان الرحلة مش هتكون حلوة من غيري، ولازم انا اكون معاهم، وده طبعا بحكم صداقتنا القوية. وانا طبعا علشان ظروف شغلي ولاني معرفش ينفع اخد اجازة ولا لا، قلت له طيب سيبلي فرصة بس اشوف ظروف الشغل ايه وارد عليك، وهرد عليك بكرة. قال لي ماشي بس ضروري حاول خد اجازة، دي فرصة ان احنا نغير جو. قلت له خير. بعد ما اخدت قعدتي معاهم، وكمان سهام ابتدت تفك معايا شوية، ورجعت تقريبا لطبيعتها، وبقت تتكلم معايا وتضحك زي الاول. استأذنت منهم ومشيت تاني يوم الصبح. قدمت على اجازة لمدة 5 ايام، وتمت الموافقة عليها، واتصلت بأحمد وعرفته اني خلاص هروح معاهم. وقلت في بالي ان انا لازم الطف الجو مع سهام شوية واحاول اقرب منها اكتر واكتر قبل ما يجي ميعاد الرحلة. وابتديت اتحجج باي حاجة علشان اكلم سهام، وبدأت اراسلها على الماسنجر، وكنا بنتكلم كل يوم. ومع مرور الوقت ابتدت الحواجز تتشال، وبدأنا نضحك ونهزر، وسهام بدأت تميل ناحيتي شوية وتنجذب للكلام معايا، لدرجة انها كمان ابتدت انها هي اللي تبعتلي وتكلمني. وبالليل، ليلة ما احنا طالعين الرحلة، بعتتلي وكلمتها وقلت لها سهام انتي نايمة ولا صاحية؟ قالت لي اه، انا بحضر شوية حاجات كده لزوم الرحلة علشان ما ننساش حاجة. قلت لها انا مستني بكرة ده بفارغ الصبر علشان اكون معاكي، اقصد يعني معاكم، وغيرت في الكلام شوية. قالت لي ماشي، انت مش هتبطل يا سامح كلامك ده؟ قلت لها غصب عني والله ومش بايدي، اعمل ايه؟ حاولت وما قدرت. قالت لي انا عارفة انك مجنون ومش هتسكت غير لما تودينا في داهية. قلت لها طيب انا اعمل ايه اذا كنت انت السبب؟ قالت لي طيب روح انت نام احسن لك. قلت لها ما انا نايم اهو. راحت ضحكت ضحكة جميلة كده. نايم؟ نايم وبتحلم يعني؟ قلت لها يعني اقصد نايم يعني فارد جسمي كده على السرير. قالت لي طب نام علشان هتصحى الفجر. وقلت لها طيب هتلبسي ايه هناك؟ قالت لي نام يا سامح. قلت لها انت مش عايزة تقولي لي ليه؟ ما انا كده كده هشوف بكرة. قالت لي تصبح على خير يا سامح. وقفلت الماسنجر، وانا قمت طفيت النور ونمت، وما صحيتش غير على صوت رن تليفوني، واللي كان بيتصل بيا احمد. وقال لي يلا قوم اغسل وشك كده وفوق والبس وانزل علشان هنمشي. بعد ساعة قمت غسلت وشي ولبست وكملت كوباية الشاي، وخدت شنطتي اللي فيها متعلقاتي ونزلت. رنيت جرس الباب بتاع احمد، واحمد اللي فتح لي وقال لي اتفضل جوه على ما سهام تخلص لبسها. سهام خرجت وكانت لابسة طقم خروج ما اقولكوش على جمالها اللي كانت فيه، كانت ملاك في الطقم ده. ونزلنا وركبنا العربية بتاعته ومشينا، وبعد 3 ساعات من السفر وصلنا للشاليه، وطلعنا حطينا الشنط بتاعتنا ولبسنا لبس البحر وخرجنا على الشاطئ. وطبعا كل شوية عيني تروح لها غصب عني، وكان أصلا لبسها خفيف جدا وشفاف. قعدنا بتاع ساعة كده، وبعدين أحمد قال لي أنا هنزل المية، وسأل سهام كمان هتنزلي معايا ولا لأ؟ قامت قالت له اه طبعا هنزل. وراحت المية وقال لي ساعتها
مش هتنزل البحر معانا ولا ايه؟ قلت له لا هنزل بس بعد شوية كده. راحوا هما الاتنين وانا طبعا شربت سجارة كده، وقلت في عقلي كده لو مراتي استحالة اخليها تنزل كده او اخلي حد يشوف لحمها اللي كان باين ده كله، برغم ان الشاطئ كان مليان يعني بنات وستات ونسبة كبيرة جدا لابسين مايوهات. ساعتها لقيت جوزها بيشاور لي من البحر وعايزني اجيب له كورة من الشنطة اللي جنب الترابيزة. خدت له الكورة ورحت لهم في البحر وفضلنا نلعب بالكورة مع بعض احنا التلاتة، وكانت سهام هي اللي كانت في النص. وساعتها كنا كل ما نحس بتعب نخرج ونستريح ونرجع ننزل المية تاني. وفضلنا على كده طول اليوم، طبعا بقى مع لمسات وحاجات كده كنا بنعملها في المية. احمد جوزها قال لي خلاص انا طالع اغير هدومي عشان اخر النهار عايزه اخرج شويه. قالت له لا انا لسه عايزه انزل الميه تاني. قال لها خلاص سامح معاكي اهو لو حبيتي تنزلي في اي وقت، هو كمان معاكي ينزل معاكي. طلع احمد وسابنا احنا الاتنين مع بعض. قلت لها ايه رايك ننزل انا وانتي الميه؟ قالت لي لا انا مش قادره انزل الميه، انا عايزه بس اقعد كده اتفرج على البحر. قلت لها اسمعي كلامي، هنعمل بس كده نلعب مع بعض شوية وبعد كده نخرج. قالت لي بس بأدب. قلت لها تمام. ونزلنا احنا الاتنين البحر وفضلنا بقى نلعب بالكورة مع بعض، وكمان بعمل نفسي ان انا بديها الكورة وبقوم حاضنها في المية. وفضلنا مع بعض كده حوالي ساعتين في المية، ولحد ما قالت لي خلاص انا تعبت انا عايزة بقى اطلع اغير هدومي علشان احمد ما يقلقش علينا. قلت لها يلا. طبعا طلعنا واحنا وانا في قمة السعادة، مش قادر اوصف سعادتي. طلعنا احنا الاتنين غيرنا هدومنا ونزلنا طبعا بالليل على السهرة. مش عايزة اقول لكم ان سهام خلاص اندمجت تماما معايا، وما بقاش في اي حواجز ما بينا، وبقى يحصل ما بينا تجاوزات اكتر من اللي كانت بتحصل في الاول. فده اللي حصل ما بيننا. وطبعا مفيش حد راعى شعور احمد جوزها وهي مراعتش شعور جوزها، فللاسف كان الموضوع صعب جدا على سامح وسهام. كانوا هما الاتنين مع بعض مش قادرين ان هما يسيطروا على مشاعرهم. عدت ال5 ايام وكان في ما بينهم تجاوزات كبيرة جدا لحد ما الاجازة خلصت ورجعوا تاني. وطبعا عايزة اقول لكم ان هما كل يوم او كل يومين بقوا مع بعض، يا هي عنده او هو عندها، بقوا باستمرار مع بعض. فهو بعت مشكلته لينا على القناة علشان يشوف حل. صاحبه اللي هو صديقه عمره صعبان عليه ومش عارف يعمل ايه، هل يخليها تطلب الطلاق من جوزها ويتجوزها ولا يفضلوا كده في علاقتهم مع بعض وهما الاتنين في السر. فهو مش قادر يكمل معاه، فهو بعت لنا مشكلته نقول له يعمل ايه. فياريت لو اي حد يمر بتجربة زي كده او اي حد عنده حل يقول لنا في التعليقات. ودي كانت قصة وحكاية النهاردة، واتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.